قريت دراسة مهمة أوي عايز أقول لك عليها. فوائد تناول الخس يوميا. أنت فكرت إنك تاكل كل يوم خس؟ الخس موجود ومش غالي وله فوائد خطيرة جدا. الدراسة بتقول إيه بقى؟ إنك لازم تحطه في النظام الغذائي بتاعك بشكل دائم. أولا بيحسن الهضم وبيعزز صحة القلب. هو له فوائد كتيرة جدا، منها مثلا إنه غني بالألياف، بتساعد في تسهيل حركة الأمعاء وتنظيم الهضم. وبعدين مليان بفيتامين سي وفيتامين اي، وهي الفيتامينات الاساسيه اللي بتحسن من قوه جهازك المناعي. بيقول لك انك انت ما بتدخل الخس في غذائك يوميا بيصبح جسمك اكثر قدره على مقاومه العدوى. وبعدين بيحسن البشره وبيقلل من ظهور التجاعيد. كمان يعني بيعزز من صحه القلب وبيقلل من خطر الامراض القلبيه. عايز اقول لك بقى الدراسه بتقول حاجه غريبه جدا. اذا كنت بتواجه صعوبه في النوم فلازم انك تاكل خس، لانه بيهدئ الجسم، بيعمل على تهدئه الجسم وبيحفز الاسترخاء. وبعدين يعني بيقول لك انت لو عايز بقى تعمل رجيم او عايز تفقد الوزن عليك وعلى الخس. هتشبع وفي نفس الوقت السعرات الحراريه قليله. بالاضافه بقى انه بيحتوي على فيتامين كي اللي بيعزز امتصاص الكالسيوم، الدراسه بتقول كده، ويساعد في تقويه العظام. عايز اقول لك بقى على حاجه. إذا كنت تشعر بالإرهاق فتناول الخس قد يكون حلا طبيعيا بفضل فيتامينات بي والمغنيسيوم. يا راجل ده الخس كان في التراث الشعبي من النباتات المباركة، بيعتبروه نبات مبارك، وكان بيعتبروه بيهدئ الأعصاب، يعتبر غذاء للاسترخاء وتهدئة القلق. إذا كنت تبحث عن تحسين صحتك بشكل طبيعي ضيف الخس لنظامك الغذائي اليومي. تحياتي وبالصحة والعافية، وكل عام وحضرتك بخير.